السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي؟ وحشتوني جدا جدا جدا. النهاردة بقى جاية لكم بوصفة جديدة لانج، وهي وصفة الصابون مواعين، الصابون السائل. طبعا انا كنت عاملة الوصفة دي في فيديو قبل كده بس بطريقة مختلفة. النهاردة بقى الطريقة مختلفة خالص خالص خالص، والطريقة سهلة جدا. فيديو طريقة عمل الصابون السائل. هتعملي اكتر من 10 لتر، مش هتكلفك اكتر من 10 جنيه، لو كمان اقل. تعالي كده نشوف مع بعض احنا عملنا ايه في الصابون السائل. بس قبل ما نبدأ ما تنسيش ان انت تشتركي في القناة وعمل لايك للفيديو، وعايزاكم بقى تعملوا لايكات كتير جدا للفيديو. عايزة الفيديو ده يوصل لحوالي، يعني مش هقول لكم 200 لايك، 500 لايك كمان. يلا بينا كده نبدأ ونشوف احنا عملنا الوصفة دي ازاي. وصفة تحفة واحسن من البريل مليون مرة، واحسن من الشركات كمان. هيبقى عندك اكتر من 10 لتر يا جماعة. يلا بينا كده نشوف مع بعض الوصفة بتاعتنا عملناها ازاي. اول بطاس يا جماعة حطيته في مية ساقعة تلج، وسبته بقى ان هو ايه يسيح. تفضلي كده ايه تقلبي. انا جبت خشبة كده عادية وحطيت فيها البطاس. فضلت بقى ايه اقلب كده بحيث ان البطاس يسيح معايا كده في الكوبايه. تمام. دي كده اول حاجه للصابون ده. الاختراع ده بجد يعني هتدعولي عليه. وصفه رهيبه. اختراع الصابون، هتكون عندك كميه صابون في البيت انما ايه رهيبه، اقسم بالله بجد. وصابون خام كمان، مش اللي هو الصابون الخفيف، صابون تقيل يا جماعة. اهم حاجة البطاس يكون في مية ساقعة، مش مية دافية خالص، مية تكون ساقعة جدا بحيث ان هو ما يطلعش الهبو بتاعه وانت بتحطيه. وسيبيه كده ايه في المية الساقعة يسيح كده مع نفسه. بصوا البطاس. الوصفة دي جميلة جدا. دي كده حطيت معلقتين نشا على المية. انا بوريكم كده الوصفة واحدة واحدة كده بالتفصيل معاكم. النشا على كوباية ونص مية، معلقتين نشا بالظبط على كوباية ونص مية، برضو على حسب الكمية اللي انت هتستعمليها. كده انا حطيت النشا اهو قدامكم زي ما انتوا شايفين في الجردل. يا رب يكون الصورة واضحة كده عندكم. اهو ده النشا، جبت جردل كده كبير وحطيت فيه النشا زي ما انتوا شايفين اهو قدامكم. حطيت كوبايتين نشا على معلقتين نشا على كوبايتين ميه. انا عايزه اعمل جيركن كبير، جيركن حوالي 4 لتر. هنشوف كده مع بعض باقي الخطوات. بصوا بقى ايه يا جماعه، انا جبت ايه حوالي نص كيلو من صابون مواعين. اي صابون مواعين من عند بتاع الصابون. جبت نص كيلو بس، وممكن تجيبي ربع كيلو برضو على حسب الاستخدام بتاعك. جبت نص كيلو بس من عند بتاع الصابون المواعين. بصوا دوبتهم كده مع النشا والميه. بصوا الرغاوي عامله ازاي. بصوا الرغاوي بتاعت صابون المواعين مع النشا. ليه بقى انا عملت كده؟ علشان يتقل معايا الصابون. انا حطيت النشا علشان يتقل معايا الصابون. بصوا وتفضلي بقى ايه تقلبي كده جامد، تقلبي. وبعد كده حطيت ايه زي ما انتوا شايفين كده الخطوات. حطيت البطاس معايا اللي في الميه الساقعه. بصوا حطيت كده ايه البطاس معايا، وفضلت بقى ايه اللي انا اقلب جامد. بصوا بقى، بصوا كل ما اقلب بيتقل ازاي. بصوا طول ما انت بتقلبي بصوا بيتقل ازاي. بصوا يعني لو كان بمعلقه كنت وريتكم، بس بصوا انا بوريكم الخطوات واحده واحده ازاي يتقل معاكي. طبعا ايه انت لو عايزه لون معين هتجيبي من عند بتاع الصابون برضو ب2 جنيه. اي لون، احمر اخضر ازرق براحتك، مفيش مشكله. اللون اللي انت عايزاه عند بتاع الصابون بتروحي وتقولي له انا عايزه بس لون من عندك. بصي طول ما انت كده بتقلبي، طول ما هو بيتقل معاكي
طبعا انا جبت اللون وهقلبه دلوقتي وهحطه دلوقتي معاكم. حطيت برضو اللون على كوبايه ونص ميه، محطتوش كده على الخلطه مره واحده. بصوا اللون كده وهو بينزل، ده لون برتقاني. بصوا، وافضل اقلب كده جامد فيه اهو زي ما انتوا شايفين. تفضلي بقى ايه، اهم حاجه في الخلطه دي ان انتي تفضلي تقلبي بحيث ان هي تتقل معاكي. دي بقى فايده النشا والبطاطس في الخلطه. بصوا الرغاوي كمان عامله ازاي. وحطيت معاها، بصوا بقى ايه التكايه التانية دي اللي انا هعملها. والله ما هتشوفوا اي فيديوهات حد بيقول لكم كده. حطيت معلقتين ملح كبار اهو يا جماعه، عادي حطي ملح معاه وهتشوفوا النتيجه في الاخر. بصوا الرغاوي قد ايه، بصوا الرغاوي، بصوا التقل، بصوا الرغاوي. وبعدين حطيت معلقتين سكر كبار السكر الابيض اللي عندك في البيت عادي. بصوا حطيت بقى ايه بعدها ميه، حطيت حوالي لتر ونص ميه، 2 لتر كمان ميه على نص كيلو صابون. بصوا ميه قد ايه. طول ما انت بتقلبي بيتقل معاكي، طول ما انت بتقلبي بيتقل معاكي. بصوا الرغاوي قد ايه يا جماعه، بصوا قد ايه ميه. طبعا انا عايزه اعمل حوالي 4-5 لتر، علشان كده جبت نص كيلو صابون عادي على معلقتين بطاطس ومعلقتين نشا. وتفضلي كده ايه تقلبي جامد، ومعلقتين كبار من ملح الطعام. بصوا الوصفه، بصوا ازاي تقيل معاكم الصابون. طبعا عايزه تحطي لون تاني مفيش مشكله، ممكن تحطي، عايزه تزودي يعني في اللون. طبعا دي ايد ماما يعني اللي بتحط، باين جدا ان هي مختلفه ايديها عن ايدي. بصوا ازاي بقى، عشان انا ايه يعني بصور وبتكلم فهي اللي بتقلب. بصوا مختلفه ازاي. بصوا طول ما انت عماله تقلبي كده، طول ما الوصفه بتتقل معاكي، بتتقل جامد معاكي. عايزه انت بقى تزودي، ممكن تجيبي كيلو الا ربع صابون او كيلو صابون زي ما انت عايزه، حسب ما انت عايزه الكميه اللي انت عايزاها تستخدميها. انا كده عندي حوالي نص جردل. بصوا احط بس شويه ميه كمان، حوالي كوبايه ونص ميه، بحيث ان انا ايه برضو مش عايزاه تقيل جدا. طبعا احنا عارفين ان الصابون غالي بره، كيلو الصابون معدي 8 جنيه و9 جنيه. ودلوقتي عند معظم بتوع الصابون بقى لما تيجي تشتري منه بيقولك 11 جنيه و12 جنيه كمان. طب على ايه؟ طب ما انا اجيب نص كيلو. ممكن ما تجيبيش كمان صابون، ممكن تشوف الوصفه اللي انا كنت عاملاها في الفيديو اللي فات، هسيب لكم الفيديو تحت في صندوق الوصف. هتجيبي نص كيلو او تعملي الوصفه زي ما انا كنت عاملاها كده. بصوا الرغاوي قد ايه يا جماعه، بصوا الرغاوي. وتستخدميها وهتكفي معاكي حوالي 2-3 كمان، يعني هتعمل معاكي حوالي حوالي 6-7 كيلو. ولا حد يستغلك ولا الاسعار ولا الكلام ده كله. بصوا كله بتعملي اهو اهو. بصي اهو بالسلك اهو. بصوا الرغاوي، بصوا بالسلك اهي الرغاوي يا جماعه. بصوا الرغاوي كده. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ولو عايزين فيديوهات من دي كمان، فيديوهات الوصفات، يا ريت ما تنسوش تكتبوا لي تحت في الكومنتات وتشتركوا في القناه علشان يوصل لكم كل جديد.